اسمي إبراهيم، سواق تريلا. من وأنا عندي 20 سنة حياتي كلها على الأسفلت، ما بين شوارع مصر الواسعة وطرقها اللي بتاكل في الحديد أكتر ما بتاكل في العيش. عندي تريلا مرخصة، موديل قديم شوية بس شغالة زي الساعة. كنت بنقل خضار وفاكهة من المنوفية، وبعد كده بتروح جدة السعودية، خط دولي يعني سكة طويلة وأيامي كلها بين البحر والطريق. أنا ومحمود التبع بتاعي من 5 سنين، دوت جدع في أول التلاتينيات، بيحب الضحك والهزار، بس قلبه طيب ومخلص، وبيعتبرني زي أخوه الكبير بالظبط. كنا بنقول على نفسنا أبو الرجولة وأبو لسان، نضحك ونغني وسط الطريق كأننا في فرح مش في سفرية. بس الدنيا اتمرمطت، العيشة غلت والسولار ولع، قطع الغيار بقت مولعة، كل نقلة بقت بتخسر أكتر ما بتكسب. فضلنا نحسبها يمين وشمال، لقينا إن الطريق الدولي بقى مش جايب همه، وإن السفر للسعودية بقى مخاطرة، بنصرف كتير على الطريق وناخد فلوس بعد شهور، واللي بيأجل مش جاي